اليوم الإخوان والأخوات غادي نكشفوا الستار على واحد الوصفة كانت مخبعة وحتى واحد ما كان باغينا نعرفوها. بحثت وطلعت وهبطت وقلبت عليها حتى لقيتها. شكون لقيت في نظركم الإخوان والأخوات كيستعملوها؟ النصارى الكفرة بالله. هذاك الشيء علاش كتلقاهم ديما زوينين وكيشعلوا، والبشرة ديال وجههم دائما كتلقاها كتشقشق بالحلاوه وبالبيوضه، وواخا كتلقاها كبيره في العمر وشارفه، ولكن سبحان الله العظيم كيبان لك الوجه ديالها مجبد وما فيه حتى شريطه قد هكذا. كتقول مع راسك واقيلا هذه راه دايره عمليه تجميل، في حين الاخوان والاخوات الامر مختلف تماما وبعيد كل البعد على عمليه التجميل. اسمع مزيان، هاد الشيء هو اللي خاصنا نبارطاجيوه. الدال على الخير كفاعله. صلي على رسول الله، سير على الله. واسمعوني مزيان خوتي وخواتاتي، هذا راه سر من اسرار الاناقه والجمال. بارطاجيو معاكم عافاكم هذا المحتوى هذا على نطاق واسع باش يوصل لهذوك النصارى كفر بالله، ويعرفوا باننا حنا رحنا عقنا بهم وكشفنا الستار على السر ديالهم. واسمعيني مزيان اختي عافاك، راني نقول لك انا للحصول على بشره مشرقه ومبتهجه وخاليه من التجاعيد بواحد المكونات بسيطه جدا ومتوفره عندك في الدار وعمرك رديتي ليها البال. ومن غادي نقولها لك هاد المكونات هادي والله حتى غادي تصدمك، ومن غتستعمليها بحال الا حيدتي تماما هذاك القناع القديم اللي كان عندك وبدلتي بواحد القناع واحد اخر جذاب ومشرق. من غتقيسي في وجهك بحال هكذا غتلقيه ولا رطب ومتوهج. غتاخدي بنانه وحده وتكون جديده ما فيهاش هذيك الكحوله، وردي معايا بالك مزيان اختي عافاك ما تكونش فيها هذيك الكحوله حيت راه تما فين كاينه الحكمه ديالها. غتمعكيها مزيان بحال هكا بشي معلقه كبيره في شي طبسيط، بقيت تمعكيها حتى تولي بحال شي جل بحال شي ليكيد. معروف على البنان بالفيتامينات ديالو وبالمعادن الاساسيه اللي كيحتوي عليها. ثم غتضيفي ليها 2 ديال المعالق صغار ديال نيفيا، كريم نيفيا هذيك. وما تقوليش هي ما عرفتيهاش، الكريمه المحبوبه عند جميع المغربيات، وما كايناش شي مغربيه في المغرب كامل ما استعملتش هاد كريم نيفيا. وغتجيبي معاك عاوتاني واحد الحكيك واحد ديال دانون طبيعي بلا سكر. وللاشاره الاخوان والاخوات، دانون طبيعي راه مصدر اساسي في الرطوبه، كيرطب الوجه وكيوهجو. واخيرا 2 ديال المعلقات ديال العسل. والفوائد ديال العسل راها لا تعد ولا تحصى، مضاد للاكسده ومضاد للبكتيريا وكيحافظ على النعومه والرطوبه ديال الوجه. راني نقول لك انا اختي غتخلطي مزيان عافاك هاد المكونات هادو كاملين وغادي تستعمليه على شكل قناع في الوجه ديالك وحتى في العنق ديالك باش يبان هذاك الشيء مساوي بحال الممثلات ديال هوليوود تماما. غتخليه في وجهك وفي عنقك مده 20 دقيقه، من بعد غتغسليه بالماء الفاتر، الماء دافي زعما، وغادي تحتفظي به. هذا المكون هذا غتحتفظي به في الثلاجه ديالك. المده ديال الاستعمال ديالو 2 المرات حتى 3 المرات في الاسبوع، يعني 2 حتى 3 ايام في الاسبوع. وديك الساعه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تلاحظي الفرق بوحدك في البشره ديالك كيفاش كانت وكيفاش ولات، وغادي تشكريني وغادي تدعي معايا. اللي ماشي ابوني الاخوان والاخوات يتابونا معنا تشجيعا لنا فضلا وليس امرا. تحياتي الاخوان والاخوات. كنحاول ما امكن ننشر معكم وصفات، افكار، مقاطع فيديو اللي ممكن انكم تستافدوا منها من خلال هذا المنبر. بزاف ديال الناس او بزاف ديال الاشخاص كيقول لك هاد الفيديوهات ماشي ديالك، هاد الفيديوهات اكيد ماشي ديالي، وهاد الوصفات ما يمكنلكش انك يعني تقول ديال هاد السيده او ديال هاد السيد او ديال شي شخص اخر. هذه وصفات كاينه في كتب، ولكن كنحاولوا ننشروها باش انت كمتلقي تستافد. وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى دير المتابعه باش تستافد من عده وصفات اخرى. وصلي على رسول الله، نتلاقاو في فيديو او قصه او وصفه جديده. شكرا لكم، السلام عليكم.